خلاص خلاص خلاص، استاد القاهرة يحكم بأحكامه، ميدان الشامبيونز ليج يدلي بأرقامه، النادي الأهلي بطلا لإفريقيا. قلتها لكم يا جماعة والله، الأهلي بطلا وسيدا وزعيما وملكا للقارة للمرة ال 12 في تاريخه. مبدئيا كده في اي حد اهلاوي فانت لازم تحمد ربنا الف مره على نعمه الاهلي. متخيلين احنا بنتكلم في ايه؟ 12 شامبيونز ليج، فداك حياتنا يا اخي والله. ويا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، عشان الاهلي ما بيشبعش ما بيخلصش بطولات. يعني على سبيل المثال حاليا الاهلي معاه 12 شامبيونز ليج، في حين ان الزمالك معاه 14 دوري ممتاز. يعني فاضل لنا بطولتين، وعدد بطولات الاهلي في دوري الابطال هيساوي عدد مرات فوزك بالايجيبشن ليج يا غريمي. لا يا جماعة، بس الزمالك قادم هو لسه السوبر ده هيبقى حكاية لوحده وقضية تالتة. ولا ام وهو بيرفع الكاس زي ما رفع دوري الابطال النهاردة، اول بطولة قارية ليه في تاريخه مع الاهلي، كيان يليق بملك زيه، مش تقولي كونفدرالية. نرجع بقى للماتش شوية اللي قدمنا فيه اداء دفاعي من الدرجة الاولى، وظروف الماتش ساعدتنا جدا على ده. والترجي طلعوا زباين والله، فضل يقولك هنكسب الاهلي في عقر دارهم وهناخد البطوله من استاد القاهره وكلام كتير ما يتفهمش كده. بس كالعاده زيه زي اللي قبله، كانت نعيم على الاهلي وجحيم عليهم كلهم بقى. اللعيبه النهارده كانت رجاله بجد بصراحه، وكانوا قد المسؤوليه في اغلبيه الماتش. لكن الاهم طبعا اللاعب رقم 12 الجمهور، مالي استاد القاهره على اخره وما بطلوش تشجيع من اول لاخر دقيقه في الماتش. وكولر كان معلم، قدر يمشي الماتش زي ما هو كان عايز بالظبط. الحمد لله، حرفيا كنا على اعصابنا النهارده لاخر دقيقه في الباص 90. لكن فعلا السكواد كله عمل مجهود كبير قوي من اول البطوله، واتعاملنا مع ماتشات الفاينل سواء ذهاب او عوده بقمه الذكاء والخبره. اكرم توفيق يا جماعه النهارده قدم اداء مخلي الواحد مش عارف يتكلم عنه يقول ايه ولا ايه. انت بتتكلم عن لاعب رجع من صليبي وبياخد مان اوف ذا ماتش في نهائي افريقيا، قمه الرجوله. ربنا يحميك يا اخي والله. وكريم اللي بالرغم ان ما كانش في مركزه النهارده بس شال اكتر من كرة خطر، ودي مش اول مره بصراحه. يعني كريم من اول ما جه وهو متمرمط معانا، شويه باك وشويه وينج، حبه يمين وحبه شمال، لدرجه ان انا ما بقتش عارفه احدد مركزه الاساسي ايه اصلا. اكيد شوبير ده مش اول ماتش هتالق فيه، شوبير من اول ماتش من بعد اصابه الشناوي وهو حرفيا شال الفريق، ولسه اللي جاي اكتر باذن الله. وبالنسبه لي ما كنتش منتظره قوي لرامي اللي يجيب الجون النهارده، بس فعلا لكل مجتهد النصيب. عندك بقى مروان وامام ومنعم والشحات كلهم عملوا اداء عالمي النهارده. هاني فانا مش هتكلم عنه خالص دلوقتي، هنكمل احتفالات عادي. وفي اختراع اسمه عمر كمال هيكمل هو. ولقطه خدت قلبي وقلوب كل الاهلاويه، وهي تيشيرت علي معلول اللي كان موجود في الملعب من قبل الماتش وفي الاحتفالات بعد البطوله كمان. ربنا يا رب يشفيك يا معلول وترجع لنا باسرع وقت ممكن يا رب، واحسن من الاول كمان. الحمد لله الاهلي فرحنا كلنا النهارده كالعاده، دي حاجه مش جديده علينا، متعودين ان كل اثنين وخميس بناخد دوري الابطال ونروح كاس العالم، ولو لا قدر الله ما حصلتش بتبقى كارثه بالنسبه لنا كجمهور. مبروك يا اهلي البطوله وعقبال باقي البطولات، وعايزين نفتح صفحه جديده وهي ال 13 يا اهلي. ومش هقولك اعمل لايك وسبسكرايب عشان دي اقل حاجه هتعملها النهارده، وبس كده.